السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. هنعمل مع بعض النهارده بقى نعمل صينيه القمر اللي انتم شايفينها دي. هنعمل لحمه محمره، وكمان هنعمل ممبار مفلفل وتحفه بخلطه رهيبه. ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم قوي. وكمان عملت معايا بتنجان كده، بس ايه، صورت لكم يعني لقطات منه علشان الفيديو بتاعنا ما يطولش. بصوا الصينيه كانت سخنه مولعه واتلسعت كده. كمان بصوا بقى الشوربه لونها تحفه ازاي. تعالوا بقى نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. بس اتمنى لو انتوا جداد عندي في القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. هنقول بسم الله كده، واول حاجه هبدا بيها هي اللحمه. انا اللحمه عندي بحب اشوحها الاول قبل ما اسلقها، تمام. فحطيت معلقه صغيره كده من السمنه، سخنت الحله عندي كويس قوي وبدات ان انا اشوح اللحمه كده زي ما انتوا شايفين. بحب ان هي تاخد لون ذهبي كده من الجنبين. بصوا بتبقى خطيرة حتى لو كلناها من غير تحمير بقى. بعد كده لو كلناها بعد السلقة على طول برضو بتبقى تحفة. التحميرة واللون الذهبي اللي اللحمة عندي بتاخده ده بيديني كده لون، بيديني طعم كده يعني مميز كده، بتخلي بقى الشوربة بيكون طعمها حلو قوي. دلوقتي حطيت كده بصلاية مقطعاها كده، ببدأ برضو ان انا اشوح كده لحد، بصوا يعني التشويح بتاع اللحمة ده بياخد معانا من 10 كده ل 12 دقيقة. حطيت كده ورقتين من ورق اللورة، وفصين كده او 3 من الحبهان، ورشة بسيطة من الفلفل الاسمر. ما بنكترش فلفل اسمر علشان ما يغمقش الشوربة. لو انت عندك بقى فلفل اسمر صحيح كده تحطيه بيكون افضل في الشوربة عشان ما تغمقش معانا. ودلوقتي طبعا بضيف ميه مغليه، واي ريم بيبدا يطلع معايا ببدا ان انا اشيله. جبت طماطميتين كده، لو عرفتي تشيلي القشر بتاعهم يبقى تمام. وبقطعهم كده وببدا وايه، وبحطهم للشوربه عندي. حطيت هنا كمان رشه من السكر. اي توابل بقى انتوا بتحبوا تضيفوها يعني يا ريت تكون صحيحه، بتكون حلوه قوي. حطيت هنا كمان رشه من السبع بهارات او توابل اللحمه، بتبقى حلوه ومش بكتر زي ما قلت لكم من التوابل اللي هي بتكون مطحونه. هنا اي ريم هيطلع عندي ببدأ ان انا اشيله علشان الشوربة عندي ما تبقاش زفرة، وعشان يبقى لونها حلو كده زي ما شفتوا في الاول. بعد ما بتبدأ بقى تغلي معايا كده بهدي بقى عليها النار وبسيبها تستوي براحتها، تمام. هنا حسيت ان الحلة عندي عايزة شوية مية كمان، فهنا بقى هديت النار وهسيبها بقى تستوي. تعالوا هنا بقى علشان نعمل الخلطة بتاعة المحشي بتاعنا. بحط كده كمية محترمة من الزيت، يعني اكتر من نص كوباية كده. وعندي بقى حوالي دول نص كيلو مثلا من البصل. بصل عندي ابيض واحمر، حابين تحطوا احمر بس تمام، ابيض بس تمام، لكن انا كان عندي الاتنين فعملت كده ميكس ما بينهم. حطيتهم بقى على النار، وحطيت رشة من الملح ورشة كده من الفلفل الاسمر، تدي ريحة حلوة للبصل وهو بياخد لون معايا في الاول. هنا البصل اول ما بدأ معايا ياخد لون اصفر على خفيف بنزل عليه مكعب ايه، بنزل عليه حباية كده من الفلفل الاخضر متقطعة، تمام كده. انا مش بحب البصل عندي ياخد لون غامق قوي علشان ما يمررش الخلطه بتاعتي، بحب ياخد لون ذهبي فاتح كده زي ما هتشوفوا دلوقتي. بصوا في الخطوه دي انا بفضل اقلب كده، واول ما بوصل للون اللي انا عايزاه بجيب بقى معلقه صغيره مليانه كده من الكمون، الفلفل الاسمر، السبع بهارات، ونص معلقه من الكزبره، وثلاث مكعبات من المرقه. تقدروا تستغنوا عنهم لو انتوا ما بتحبوهاش، تمام. الخطوه بقى بتاعت ان احنا نحط التوابل على البصل وهو على النار كده، بصوا بتخلي الريحه تقلب الدنيا. التوابل بتطلع ريحتها كده وبتكون بقى حلوه قوي في التسبيكه بتاعه المحشي. فاول ما بشم بقى ريحه التوابل مع البصل اللي احنا حطيناه، بيكون عندي مجهزه عصير طماطم. عصير طماطم وببدا ان انا اضيفه. قد ايه دول؟ حوالي كيلو ونص كده من الطماطم ضرباها، وهي مش بصفيها يعني، بتاعه المحشي ما بتحتاجش ان احنا ايه نصفيها وكده. دلوقتي حطيت طبعا رشة من السكر، وهسيب بقى التسبيكة عندي لحد ما تتسبك كده وهنشوف شكلها. هنا بصوا التسبيكة اتسبكت عندي ما شاء الله، شايفين شكلها عامل ازاي. دلوقتي بقى جبت الرز ده، كيلو كده من الرز، غسلته وصفيته كويس، وببدأ ان انا اضيفه عندي. بقلبه لمدة دقيقتين بس على النار مع التسبيكة، وبعد كده بطفي عليه وببدأ ان انا احط الخضرة عندي. دول حوالي كده مثلا نقول 3 كوبايات من الخضرة، بتبقى خضرة مشكلة، 2 مثلا من الكزبرة، وواحدة بقدونس، و2 من الشبت، بكون مقطعاهم كده ايه صغير يعني على قد ما بقدر. هنا بقى انا فضيت الخلطة عندي علشان تبرد، وحطيت لها كده شوية من الزيت، وبجيب بصلاية مبشورة
بيكون عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل، وبضيفها معاهم. بعد كده برجع اضيف من نفس التوابل اللي احنا ضفناها من كل حاجه كده ربع معلقه زي ما شفتوا دلوقتي، وبقلب، وكده الخلطه بتكون جاهزه معايا. عايزه اقول لكم ان البصلايه المبشوره اللي احنا بنحطها دي تخلي ريحه الخلطه تحفه، تعمل لها ريحه كده جميله قوي ومميزه. دلوقتي بقى اول حاجه انا هحشيها كده الممبار. باخد طبعا من الخلطه على جنب كده وببدا ان انا احشيها. الممبار بتاعي مغسول كويس جدا، انا اصلا جايباه مغسول يعني، بس طبعا بعيد عليه غسيل في البيت. بكحته كده بالسكينه علشان لو في اي حاجه، الحاجات اللي بتبقى فيه دي دايما بتبان اكتر تحت الحنفيه. يعني انت امسكي الممبار عندك، امسكيه من فوق ومن تحت وامليه كده ميه، لو في اي حاجه هتبان. وهتبدا ان انت بالسكينه كده وتكحتيها. وطبعا بنغسله بليمون بقى كتير كده، ما تتوصوش بقى، ليمون وملح ودقيق لحد ما ينضف معانا ويبقى لونه ابيض زي ما شفتوا كده. وببدا بقى ان انا احشيه زي ما انتوا شايفين. طبعا مش بملاه قوي علشان ما يفرقعش معايا بعد كده في التسويه، وعشان برده ما يخرجش رز. طبعا اعملوا الحجم اللي انتوا يريحكم. انا بحب الصوابع تبقى صغيره، لانه كمان يعني انتوا شايفين الحجم هنا واحنا بنحشي كبير، لكن بعد التسويه بيكش شويه. بصوا انا بلبس الممبار كده في صوابعي زي ما انتوا شايفين كده، وببدا ان انا احشي. انا بحس ان الطريقه دي اسهل طريقه. في ناس تحب تحشيه بالقمع، بس الطريقه دي بالنسبه لي بتكون سريعه كده وبخلص بسرعه. هحشي كل الممبار عندي زي ما انتوا شايفين. والممبار انا بقلبه، بخلي الدهن اللي بيكون موجود فيه ده بخليه من جوه. حابين انتوا تخلوه من بره براحتكم، بس هو من جوه بيبقى افضل علشان بيسيح كمان كده مع الرز وبيدي طعم حلو. هنا خلاص خلصت الكمية كلها. عندي بقى هنا مية بتغلي عشان اسلق فيها الممبار. بطعمها كده باي توابل عندي، يعني ورق لورا، حبهان، رشة من 7 بهارات، احط فيها بصلاية وطبعا ملح. وببدأ اخد الممبار عندي وانزله واحدة واحدة كده، بصوا علشان يقفل معايا وما يخرجش الرز. حابين انتوا تعملوه مثلا قطعة واحدة وبعد كده تبقوا تقطعوه عند التحمير، براحتكم بقى. هنا خلاص بصوا حشيت كمان البتنجان بقى، وهبدأ ان انا اخد من الشوربة كده، ظبطت الملح بتاعها، وهسقي البتنجان عندي وهسيبه يستوي. دايما بحب اعمل جنب الممبار بتنجان، بحس الاتنين كده بيمشوا مع بعض قوي. هنا الممبار خلاص استوى، وهطلعه كده. خد معايا قد ايه في السوا؟ خد حوالي ساعة وربع. بترجع طبعا لحسب مثلا الرز اللي انت حطاه بياخد سوا ولا لا، حسب الممبار، فكل واحد وحسب كمان البوتاجاز بتاعك ايه. هنا بقى جبت الممبار بعد ما سبته كده يعني يتشمع شويه عشان ما يقعدش بقى يفرقع معايا، وحطيت سمنه على زيت كده وبدات ان انا احمره عندي. حمره كده لحد ما ياخد اللون الذهبي التحفه ده، وبعد كده بطلعه عشان نقدمه مع بعض. هحمر بقى كل الكميه بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها ده. دي كان كيلو ممبار تمام كده. بعد كده هنحمر بقى اللحمه. ده بقى بقيه الكميه اللي عندي كده. هبدا برضو ان انا احمرها كده عشان تاخد لون حلو. هنا بصوا انا فضيت الطاسه من الزيت والسمنه اللي كان فيها، وحطيت بس معلقه واحده من السمنه كده. وبدات بقى اجيب اللحمه عندي علشان اديها لون ذهبي كده سريع، واشوحها كده. طبعا بديها رشه كده من الملح ورشه من الفلفل، وهي بتاخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. حابين انتوا بقى تاكلوها محمره، هي اصلا لما احنا بنشوحها من الاول بيبقى فيها تحميره كده بسيطه مكان التشويح بتاع الاول اللي هو قبل السليق. بديها بقى رشه من الملح ورشه من الفلفل وبتكون تحفه جدا. هنا بقى الصينيه بعد ما رصيتها ما شاء الله، بصوا حاجه كده تحفه. ان شاء الله لما هتجربوا الطريقه هتعجبكم جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك حلو زيكم كده، وتشتركوا معايا في القناه عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. ولو انتوا بتشوفوني على الفيسبوك برضو ما تنسوش تعملوا متابعة عشان اي فيديوهات انزلها توصلكوا على طول. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد، ومع السلامة.